السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. طلبة تانية ثانوي، مساء الخيرات أو صباح الخيرات على حسب أنت بتشوف الفيديو ده إمتى. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ؟ بص بقى يا صاحبي، إحنا النهارده في الفيديو بتاع النهارده إحنا بنراجع مراجعة ليلة الامتحان. هي خلاص ده ذا لاست ليسون زي ما بيقولوا كده. إحنا النهارده بنراجع كل نقطة في المنهج بتاعنا في الترم الثاني سواء كان باب ثالث أو باب رابع. بنقفل على الأجزاء المهمة اللي ممكن تقابلنا صعوبات في حلها، وبنراجع عليها كشرح مبسط عشان نقدر نوصل لأفضل طريقة نحل بيها في الامتحانات. فركز معايا واحدة واحدة وتابعني في الفيديو. تعال بقى نشوف أول حاجة نبدأ بيها النهارده هو مفهوم الاتحاد الكيميائي. عشان أعرف يعني إيه اتحاد كيميائي لازم نعرف الأول إيه هي أنواع العناصر. لو أنت تفتكر إحنا كنا قسمنا العناصر لنوعين، ليه غازات خاملة وليه عناصر نشطة سواء كانت فلزات أو لا فلزات أو أشباه فلزات. طيب نيجي للغازات الخاملة كده، أجي أقول لك إن الغازات الخاملة هي عناصر لا تشترك في التفاعلات الكيميائية. طيب لما كان يجي يسألني علل هي ليه لا تشترك في التفاعلات الكيميائية، أجي أقول له يا مستر لاكتمال غلاف التكافؤ بالإلكترونات. يبقى تاني، هي ليه الغازات الخاملة لا تشترك في التفاعلات الكيميائية؟ قلنا لاكتمال غلاف التكافؤ بالإلكترونات. طيب دي حاجة. الحاجة التانية أفكرك بيها وهي إن جميع الغازات الخاملة وجميع العناصر الخاملة بتكتب في صورة ذرية، يعني معنى كده إن هي بتكون ذرة واحدة مفردة. طيب أفكرك بالغازات الخاملة، أنا كان عندي 6 غازات خاملة، ألا وهم مين الغازات الخاملة؟ كان عندي غاز الهيليوم وغاز النيون وغاز الأرجون وغاز الكريبتون وغاز الزينون وغاز الرادون. يبقى تاني أنا كان عندي 6 غازات خاملة، هو هيليوم نيون أرجون كريبتون زينون رادون. طب خلصنا من الغازات الخاملة، نيجي لباقي العناصر، الفلزات ولا فلزات أو أشباه الفلزات أو أقول عليها العناصر النشطة كيميائيا. كنا بنقول ان العناصر النشطه كيميائيا هي عناصر تشترك في التفاعلات الكيميائيه. طيب مستر انا عرفت ان الفلزات او اللافلزات بتشترك في التفاعلات الكيميائيه ازاي؟ قال لك لو كنت عنصر فلز فهو بيشترك عن طريق فقد الالكترونات. طب لو كنت عنصر لا فلز فده بيشترك عن طريق حاجتين، عن طريق الاكتساب او المشاركه بالالكترونات، وهعرف امتى اكتسب وامتى اشارك. واللافلزات او انا اسف اشباه الفلزات برضو بتتحد كيميائيا عن طريق المشاركه بالالكترونات. طب مستر انا عرفت ان هم بيتفاعلوا كيميائيا، طب هو ايه هو اصلا مفهوم التفاعل الكيميائي؟ يعني ايه تفاعل كيميائي؟ اجي اقول لك ان معنى كلمه او معنى مصطلح التفاعل الكيميائي هو حاجه بسيطه جدا واحنا عارفينها قبل كده. طب هو يعني ايه تفاعل كيميائي؟ اجي اقول لك التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجوده بين جزيئات مواد التفاعل. حلو جميل. طيب وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. يبقى معنى كده ان انا بكسر الروابط اللي ما بين المتفاعلات عشان اكون رابط كده بين النواتج. انا بعد لك واحده واحده اهو من الاول اكنك بتسمع الشرح ده لاول مره، شرح تفصيلي والله العظيم. تاني، يعني ايه تفاعل كيميائي؟ قلنا هي كسر الروابط الموجوده بين الجزيئات المواد المتفاعله لتكوين روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجه من التفاعل. طب حلو، نيجي على الجزئيه اللي بعدها.
انت يا مستر بتقول ان انا هكسر روابط واكون روابط. طب نيجي ايه هي انواع الروابط؟ قلنا ان الروابط عندي نوعين، يا اما تكون روابط كيميائيه يا اما تكون روابط فيزيائيه. افكرك كده، كنا بنقول روابط كيميائيه كان عندي روابط ايونيه، دي رقم واحد. رقم اتنين كان عندي روابط تساهميه. رقم ثلاثة كان عندي روابط تناسقيه. تاني، يبقى روابط الكيمياء ثلاثة، يا اما تكون رابطه ايونيه يا اما تكون رابطه تساهميه يا اما تكون رابطه تناسقيه. طب حلو، الروابط الفيزيائيه بقى، قال لك الروابط الفيزيائيه اتنين، عندي رابطه هيدروجينيه وعندي رابطه فلزيه. طيب مستر بشكل سريع كده، الايونيه يبقى بربط ما بين ايونات، ايون فلزي وايون لا فلزي. طب التساهميه بربط ما بين ذرات لا فلزات. طب التناسقيه بربط ما بين ذره بتحتوي على اوربيتال مفرد مع ذره بتحتوي على الكترونات حره. طيب الهيدروجينيه بربط ما بين ذره هيدروجين وذرتين اعلى منها في السالبيه، يا اكسجين يا فلور يا نيتروجين. طب الفلزيه انا بربط بيها ما بين ذرات عناصر الفلز. طيب نيجي اول حاجه بالرابطه الايونيه. مستر هي يعني ايه رابطه ايونيه؟ قلنا هي رابطه بتنشا ما بين عنصر فلز وعنصر لا فلز. حلو، ولازم أن يكون ان الفرق في السالبيه الكهربيه لازم أن يكون اكبر من 1.7. جميل جدا. طيب مستر ايه خواص الفلز وايه خواص اللا فلز؟ اجي اقول لسيادتك ان الفلز بيكون ليه اكبر حجم ذري، يعني اكبر نصف قطر، وطالما بيكون اكبر حجم ذري فهو بيكون اكبر، او انا اسف، اقل جهد تأين. طيب اللافلز، قال لك اللافلز بيكون اصغر نصف قطر او حجم ذري وبيكون اكبر ميل، بيميل لاكتساب الالكترونات. طيب الفلز لما بيفقد بيميل لفقد الالكترونات ويتحول لايون موجب اسمه كاتايون او كاتيون. طب اللافلز بيميل لاكتساب الالكترونات ويتحول لايون سالب اسمه انيون، ثم يحدث تجاذب كهربي بين الايون الموجب والايون السالب فيكون الرابطه الايونيه. طب مستر بما انك انت بتقول لي تجاذب كهربي بين الايون الموجب والايون السالب، يعني معنى كده يا دكتور ان الرابطه الايونيه ليس لها وجود مادي. يعني ليس لها وجود مادي، يعني ما اقدرش اوجد لها وجود مادي، يعني رابطه غير ماديه. طب تاني حاجه، هي عباره عن تجاذب كهرو استاتيكي بين ايون موجب واخر ايون سالب. طيب يبقى تاني، عشان اقول ان الرابطه دي رابطه ايونيه لازم يكون في شرطين. اول شرط ان هي بتنشا ما بين ايون موجب لعنصر فلزي وايون سالب لعنصر لا فلزي، ولازم يكون الفرق في السالبيه الكهربائيه اكبر من 1.7، وبزياده الفرق في السالبيه تزداد قوه الرابطه الايونيه. تاني اهو، عيد ركز معايا في الكلمه دي، بزياده الفرق في السالبيه بين الذرتين الفلزي واللا فلزي تزداد قوه الرابطه الايونيه. طيب خلصنا الرابطه الايونيه، نيجي على الجزئيه اللي بعدها، وهي الرابطه التساهميه. طيب مثل الرابطه التساهميه بتنشا ما بين مين؟ قال لك بتنشا ما بين ذرتين لا فلزيين. يعني معنى كده يا مستر بيبقى عندي ذره لا فلز مع ذره لا فلز. طب ماشي، ايه الشرط الثاني؟ قال لك الشرط الثاني ان يكون الفرق في السالبيه
لازم يكون اقل من 1.7. يعني معنى كده ان لو كان فرق السالبيه الكهربائيه بتاعي اكبر من 1.7 تبقى رابطه ايونيه. طب لو كانت اقل من 1.7 تبقى رابطه تساهميه. طيب احنا قلنا رابطه تساهميه 3، يا اما تكون تساهميه نقيه، يا اما تكون تساهميه غير قطبيه، يا اما تكون تساهميه قطبيه. طيب امتى اكون تساهمي نقي؟ قال لك تساهمي نقي لو كان فرق السالبيه بيساوي 0. يعني معنى كده ذرتين من نفس العنصر. فاجي اقول لك مثلا جزيء هيدروجين H2 H مع H، او جزيء اكسجين O2 O مع O، او جزيء كلور Cl2 Cl مع Cl، طالما من نفس نوع العنصر يبقى الفرق في السالبيه الكهربائيه بينهم بيساوي 0. طب حلو قوي. نيجي للغير قطبيه. قال لك الغير قطبيه بيكون الفرق في السالبيه الكهربيه حتى 4/10. يعني ايه يا مستر حتى 4/10؟ يعني اكبر من الصفر لحد 4/10. اكبر من 4/10 لا، اقل من 4/10 و4/10 نفسها ماشي. طب تساهميه غير قطبيه زي مين؟ اجي اقول لك زي جزيء الميثان CH4، الرابطه ما بين الكربون والهيدروجين بتساوي 4/10 بالتحديد، فمعنى كده ان جزيء الميثان مركب تساهمي غير قطبي. طيب نيجي للمركبات القطبيه. قال لك ساعتها بيكون الفرق في السالبيه اكبر من 4/10 واقل من 1.7. يعني معنى كده لو انا كان الفرق في السالبيه بيساوي 0 يبقى انا نقي. طب اكبر من الصفر ولحد 4/10 يبقى انا كده تساهمي غير قطبي. طب اكبر من 4/10 واقل من 1.7 يبقى انا تساهمي قطبي. انما لو كان اكبر من 1.7 يبقى انا كده مركب ايوني. طب حلو. مستر مركبات قطبيه زي مين؟ اجي اقول لك مركبات قطبيه زي جزيء الميه H2O او جزيء النشادر NH3. طب حلو. فاجي اقول لك علل الماء مركب قطبي. هقول له يا مستر خلاص بقى احنا فاهمين، لان الفرق في السالبيه الكهربائيه بين عنصري الهيدروجين والاكسجين اكبر من 4/10 واقل من 1.7. طيب نيجي بعد كده نظريات تفسير الرابطه التساهميه. قلنا ان انا عندي 4 نظريات بفسر بيهم الرابطه التساهميه، منهم 3 اساسيين، في واحده بتساعد او بتساعد في تفسير باقي النظريات. طيب اول نظريه كانت نظريه الثمانيات. وقلنا نظريه الثمانيات او النظريه الالكترونيه للتكافؤ كانت للعالمين كوسل ولويس، وكانت بتفسر ان لازم يكون في حيازه كل ذره في المركب 8 الكترونات بعد الارتباط، سواء كانت الكترونات حره او الكترونات مرتبطه. طب جميل، عشان كده سميناها باسم نظريه الثمانيات، عشان انا بحدد كام الكترون؟ 8 الكترون. طب النظريه تنافر ازواج الالكترونات او بنقول عليها نظريه فيسبر، قال لك ان انا بفسر الجزيء باختصار ثابت، والاختصار كان بيقول AXN EM. طب مستر فكرني كده معلش، هو مين كان الN ومين كان الM ومين كان الX ومين كان الE؟ كنا بنقول ان الX هي ازواج الارتباط، انما الE هي الازواج الحره. طيب يبقى معنى كده مستر ان الN هو عدد ازواج الارتباط والM هو عدد الازواج الحر. طيب خلصنا النظريه رقم 2. النظريه رقم 3 وهي نظريه رابطه التكافؤ، وكانت بتقول ان الرابطه التساهميه بتنشا من تداخل اوربيتالين ذريين، فيتكون بس احدهما في مركب والاخرى في مركب اخر. طيب لتكون الرابطه التساهميه، وكنا بتكلم فيها عن مفهوم التداخل ومفهوم التهجين، وطبقنا الكلام ده بالتفصيل على جزيء الميثان CH4. طيب اخر نظريه وهي نظريه الاوربيتالات الجزيئيه،
وقلنا اذا تداخل اوربيتالين مع بعضهما بالراس او بالجنب تتكون اوربيتالات جديده تسمى باسم الاوربيتالات الجزيئيه. وانا كان عندي 3 اوربيتالات جزيئيه، عندي اوربيتال او رابطه سيجما، وعندي رابطه باي، وعندي رابطه دلتا. وكنا بنقول ان الدلتا مش موجوده عندي في المنهج، هي مش عندك السنه دي، وكان عندك السيجما والباي بس. كنا بنقول ان رابطه سيجما هي رابطه قويه بتنشا من تداخل اوربيتالات بالراس. طب الرابطه باي بتنشا من تداخل اوربيتالات مع بعضهما بالجنب. طيب خلصنا النظريات اللي بتفسر الرابطه التساهميه، نيجي على الجزئيه اللي بعدها. نفسر النظريات بتاعتنا على جزيء الميثان واللي بنرمز له بالرمز CH4. واحده واحده كده يا كابتن. انا عندي جزيء ميثان فيه ذره كربونه واحده، ادي يا مستر ذره الكربونه الواحده اهي، مرتبط معاها 4 ذرات هيدروجين. ادي الهيدروجينه الاولى، الهيدروجينه الثانيه، الهيدروجينه الثالثه، الهيدروجينه الرابعه. طيب انا رسمت الجزيء بتاعه، عايز احدد نوع الروابط وقيمه الزاويه ونوع التهجين. طب مستر انا ما بعرفش احدد نوع التهجين اصلا، اعمل ايه؟ اخويا بالله عليك ما تزعلش. بص يا عم، عشان تحدد نوع التهجين اول حاجه لازم تحسب العلاقه بتاعتك، والعلاقه بتقول ان نوع التهجين بجيبه من العلاقه عدد الروابط سيجما زائد عدد الازواج الحره ان وجدت. يعني انا بشوف عندي كام رابطه سيجما وعندي كام زوج حر واجمعها، مثلا اقول لك ازواج حره مش الكترونات حره واجمعها. طيب نيجي لذره الكربون، عندي كام رابطه سيجما؟ مستر انا عندي رابطه مفرده هنا، يبقى رابطه سيجما رابطه سيجما رابطه سيجما رابطه سيجما، عندي 4 روابط سيجما. طبعا انا عندي حر ما عنديش حر، يبقى نوع التهجين هجمع 4 سيجما زائد 0 حر يدينا 4. ال4 دول بيكون دايما منهم اوربيتال من الاس واكمل الباقي من البي. طب خلصت البي اخش على اللي بعده من الدي. وانت ما عندكش في منهجك امثله على نوع تهجين اعلى من اس بي 3، يعني اس بي 3 دي مفيش. هو انت اخرك في التهجين بتاعك هو اس بي 3 ده السنه دي. طيب انا عندي 4 اوربيتالات مهجنه، احنا قلنا عندي 4 اوربيتالات مهجنه منهم واحد اس يبقى الباقي بي، يبقى نوع التهجين هنا اس بي 3. طيب يبقى نوع التهجين في جزيء الميثان هو اس بي 3 يا مستر ليه؟ لوجود 4 روابط سيجما ووجود 0 ازواج حره. طب عشان كده حددت نوع التهجين. طب قيمه الزاويه، قال لك جزيء الميثان قيمه الزاويه فيه بتساوي 109.5 درجه. يبقى انا كده حددت الشكل التفصيلي وحددت نوع الجزيء نوع التهجين وحددت قيمه الزاويه. طب مستر ترتيب ازواجي، عايز احدد ترتيب الازواج والشكل الفراغي. ترتيب الازواج هنا انت عندك 4 ازواج ارتباط، يبقى معنى كده ان ترتيب الازواج بيكون رباعي الاوجه. طيب انا كده حددت ترتيب ازواجي رباعي الاوجه. طيب مستر شكله الفراغي، قال لك لو كان الشكل الفراغي قصدي انا اسف لو كان عدد الازواج الحره بيتساوي 0 ففي الحاله دي بيكون الشكل الفراغي هو ترتيب الازواج. طب انا هنا ما عنديش ازواج حره، يبقى برضو الشكل الفراغي هيكون برضو رباعي الاوجه. طيب ده كان الميثان خلصنا منه. نيجي للايثيلين، والايثيلين بنرمز له بالرمز C2H4. طيب مستر نقسمه مع بعض واحده واحده كده. انا عندي ذرتين كربون وعندي 4 ذرات هيدروجين، قسمة العدل دي تاخد 2 ودي تاخد 2. وانا عارف ان الكربون رباعي، فمعنى ان الكربون رباعي يعني بيعمل 4 روابط. طب كل كربونه عامله 2، يتفضل ما بين الكربونه والثانيه رابطتين، بقول عليها رابطه مزدوجه. طب حلو، انا مستر رسمت الشكل الفراغي بتاعه. تعالى بقى نفسر ايه الروابط سيجما وايه الروابط باي. كل ما هو احادي سيجما رابطه سيجما رابطه سيجما رابطه سيجما رابطه سيجما. طب افكرك كنا بنقول ان كل ما هو يزيد عن احاديه منه واحده سيجما والباقي باي. انا عندي 2،
يبقى واحده سيجما وواحده باي. طيب مستر انا عرفت عدد الروابط سيجما والروابط باي، تعال نجيب نوع التهجين. مستر نوع التهجين في ذره الكربونه الواحده. ذره الكربونه الواحده وافكرك ان الكربون ما بيبقاش عنده ازواج حره، بيبقى بس بيبقى كله ارتباط. طيب هي عندها 3 روابط من النوع سيجما، الكربونه الواحده عامله 3 روابط سيجما. هيبقى نوع التهجين هجمع عدد روابط سيجما زائد الازواج الحره. الازواج الحره مفيش، يبقى روابط سيجما بس 3، منهم واحده اس والباقي اكمله بالبي يبقى اس بي 2. وطالما نوع التهجين اس بي 2 للكربون فتبقى قيمه الزاويه بتساوي 120 درجه. تمام جدا يا مستر. خلصنا الايثيلين، نيجي على الاسيتيلين واللو صيغته الكيميائيه C2H2. طيب نرسم الشكل الفراغي بتاعي. انا عندي ذرتين كربون، ادي الذره الاولى وادي الذره الثانيه، وعندي ذرتين هيدروجين، ادي الهيدروجينه الاولى وادي الهيدروجينه الثانيه. هيتفضل لكل ذره كربون 3 روابط، يعني يعمل رابطه ثلاثيه. الرابطه الثلاثيه دي يا مستر هيبقى منهم واحده سيجما و2 باي. طب جميل، يبقى معنى كده ان الاستيلين كل ذره كربون بتعمل رابطتين سيجما ورابطتين باي. طب حلو، يجي يطلب مني نوع التهجين. مستر نوع التهجين انا احسب عدد روابط سيجما، كل كربونه بتعمل رابطتين سيجما منهم واحده اس والثانيه تبقى بي، يبقى نوع التهجين اس بي. طيب طالما نوع التهجين اس بي للكربون فيعمل قيمه الزاويه بتساوي 180 درجه. هو انا بتكلم على الزاويه بتاعت مين؟ انا بتكلم على الزوايا اللي ما بين الرابطه سيجما والرابطه سيجما. طيب يبقى انا كده عرفت ان نوع التهجين في الميثان اس بي 3، في الاستيلين اس بي، في الايثيلين اس بي 2. طيب مستر لو انا بتكلم على نوع التهجين في اي جزيء تاني، لو انا بقى بتكلم عن انواع التهجين في اي جزيء تاني، طيب ندخل مثلا جزيء زي جزيء النشادر NH3. لو احنا كده رسمنا جزيء النشادر هي عباره عن ذره نيتروجين متحده مع 3 ذرات هيدروجين وعندها زوج حر واحد من الالكترونات. لما انا اجيب نوع التهجين انا اجمع عدد الروابط سيجما، ادي واحده سيجما 2 سيجما 3 سيجما زائد عدد الازواج الحر، فمجموعهم هنا بيساوي 4. وطالما المحصله بتاعتهم 4 يبقى نوع التهجين اس بي 3. افكرك تاني جبناها ازاي يا مستر؟ الاربعه دول لازم يكون منهم واحده اس والباقي بكمله بالبي ثم الدي ثم الاف. لو انا 4 خدت منهم واحده للاس اتفضل 3، ال3 هم يا مستر بتوع البي، يبقى نوع التهجين اس بي 3. الا ان قيم الزوايا بتكون مختلفه من جزيء لاخر. يعني انت لو بصيت على قيمه الزاويه هنا في جزيء النشادر قيمه الزاويه بتساوي 107 درجه، مع ان احنا لما جينا فسرنا الميثان CH4 لما جينا رسمناه انا كان عندي ذره كربون مع 4 ذرات هيدروجين وكان برضو نوع التهجين اس بي 3 بس كانت قيمه الزاويه 109.5 درجه. فمعنى كده ان في طالب يكون معتقد ايه؟ ده اعتقاده وده طبعا طريقه غلط جدا. هو معتقد ان طالما نوع التهجين ثابت يبقى نوع قيمه الزاويه ثابته. يعني اي تهجين اس بي 3 يبقى 109.5. لا طبعا ده غلط، ده طالب بدماغ بطه كده، ده طالب بدماغ بطه. امال ايه يا مستر؟ قال لك ان قيمه الزاويه بتختلف على وجود ازواج حره من عدمها. يعني علل ان كل من النشادر والميثان لهما نفس نوع التهجين اس بي 3. دي حاجه. الحاجه الثانيه وان كل من النشادر والميثان ترتيب ازواجهم رباعي الاوجه، ده ترتيب ازواجه. طيب الا انهما يختلفان في الشكل الفراغي ويختلفان في قيمه الزاويه. مستر لان في جزيء النشادر تحتوي ذره النيتروجين على زوج حر، بينما في جزيء الميثان لا تحتوي ذره الكربون على ازواج حره. يعني معنى كده ان اللي بيغير قيمه الزاويه او الشكل الفراغي هو عدد الازواج الحره اللي موجوده جوه
الجزيء، ده اللي بيحدد بالنسبه الاكبر. طيب نرجع تاني للشرح بتاعنا. يا مسهل الحال يا رب. بيقول لي الرابطه التناسقيه تعتبر نوع خاص من الروابط التساهميه. حلو. ولكنها تختلف عنها في منشأ زوج الالكترونات. ليه بقى يا مستر؟ اصل في الرابطه التساهميه كان زوج الارتباط او زوج الالكترونات بتاع الرابطه كان بيجي من ذرتين، كل ذره بتشارك بالكترون. الا ان هنا انا عندي ذرتين، انا عندي ذره مانحه وعندي ذره مستقبله. طيب ما هو دول برضه ذرتين، ايه وجه الاختلاف ما بينهم؟ قال لك ان الذره المانحه هنا هي التي بتحتوي على ازواج الكترونات حره، انما الذره المستقبله هي التي تحتوي على اوربيتالات فارغه. تاني، ان الذره المانحه هي اللي بتحتوي على ازواج الكترونات حره، بينما الذره المستقبله بتحتوي على ازواج اوربيتالات فارغه. طيب وطبقنا الكلام ده على جزيء نشادر NH3، قلنا ان ذره النيتروجين بتحتوي على زوج حر، او الفوسفين BH3 الفوسفور بتحتوي على زوج حر، او الارزين ASH3 برضه بتحتوي على ازواج حره. وجبنا مثال عليها هو جزيء كلوريد الامونيوم NH4 موجب Cl. باجي اقول لك في المركب المقابل ما عدد الروابط وما نوع الروابط. مثلا انا بتكلم عن نوع، فانت عندك في مجموعه الامونيوم لوحدها هنا انت عندك نوعين من الروابط، روابط تساهميه ورابط تناسقيه. يبقى انا كده عندي رابطه تساهميه وعندي رابطه تناسقيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما بين الايون الموجب والايون السالب في رابطه ايونيه، يبقى انا برضو عندي رابطه ايونيه. يبقى انواع الروابط 3. طب عددهم، النشادر فيه 3 تساهمي، واحده تناسقي كده 4، واحده ايوني يبقى 5، يبقى عدد الروابط هما 5 روابط، منهم 3 تساهميه، واحده تناسقيه، واحده ايونيه. طيب خلصنا الرابطه التناسقيه، نيجي للرابطه الهيدروجينيه. مستر ايه الرابطه الهيدروجينيه؟ قلنا ان الرابطه الهيدروجينيه بتنشأ ما بين جزيئات المركبات القطبيه، يعني لازم أن تكون مركبات قطبيه فيها اكسجين او نيتروجين او فلور. طيب ليه؟ قال لك ان هي بتنشأ نتيجه وقوع ذره الهيدروجين ما بين ذرتين اعلى منها في السالبيه، اكسجين مع اكسجين، نيتروجين مع نيتروجين، فلور مع فلور. طب ايه السبب؟ قال لك حيث يرتبط مع احدهما برابطه تساهميه. طب حلو، يبقى انا كده في عندي ما بين ذرتين الهيدروجين واي ذره ثانيه رابطه تساهميه، ومع الاخرى عن طريق رابطه هيدروجينيه. وخلي بالك ان الرابطه التساهميه بتكون اكثر طولا، بينما الرابطه الهيدروجينيه بتكون اكبر او اطول طولا. طب حلو، فنكمل. بيقول لك وهي تؤثر على الخواص الفيزيائيه للماده. تاني حاجه، ان عند التسخين الماء للغليان بتنكسر الروابط الهيدروجينيه، يعني معنى كده ان اللي بيأثر على درجه غليان الماده هي الروابط الهيدروجينيه. طب بيقول لك ان بتزداد قوتها بزياده الفرق في السالبيه الكهربيه بين ذره الهيدروجين والذره الاخرى، سواء كان اكسجين او نيتروجين او فلور. وبيكون لها عده اشكال، يا اما تكون سلسله مستقيمه، يا اما تكون شبكه متفرعه، يا اما تكون حلقيه مغلقه. يبقى احنا كده خلصنا الرابطه الهيدروجينيه والرابطه التناسقيه. نيجي للرابطه الاخيره وهي الرابطه الفلزيه. مستر ايه الرابطه الفلزيه؟ قال لك هي رابطه تنتج من سحابه الكترونات التكافؤ، ولازم أن تكون الكترونات الحره. طيب التي بتقلل من قوى التنافر بين الايونات الفلز الموجبه
في الشبكة البلورية. طب حلو، يعني معنى كده ان كل ما عدد الكترونات الغلاف التكافؤ بتزيد بتزداد الرابطة الفلزية. فاجي اقول لسيادتك ان بتزداد قوة الرابطة الفلزية بزيادة عدد الإلكترونات في الغلاف التكافؤ. وكمثال على كده كان عندي عنصر الصوديوم كان عنده إلكترون واحد في غلاف التكافؤ. عنصر المغنيسيوم كان عنده 2 إلكترون في غلاف التكافؤ. عنصر الألمنيوم كان عنده 3 إلكترون في غلاف التكافؤ. فلو أنا هرتبهم على حسب الأقوى، أقوى واحد هيكون الألمنيوم الاحتواء على 3 إلكترونات في غلاف التكافؤ، فكنا بنقول يسهل صهره وتشكيله. طب المغنيسيوم كان أقل من الألمنيوم وأكبر من الصوديوم، فكنا بنقول لين يسهل تشكيله. طب الصوديوم كان أقل صلابة فيهم، فكنا بنقول طري يسهل قطعه بالسكين. طيب خلصنا الرابطة الفلزية. عزيزي الطالب خلصنا فرم الباب الثالث، تعالى بقى نفرم الباب الرابع. طيب مستر هو احنا هنطول في الباب الرابع ونقعد نعيد ونزيد ونطول والكلام ده كله؟ لا خالص، احنا هنلم الباب الرابع في صورة معدلات ومخططات. مجرد ما نلم المعادلات بتاعتي في صورة المخطط زي المخطط اللي قدام سيادتك ده، احنا كده نكون فرمنا الباب كله. طيب تعال نشوف مع بعض اول مخطط كده بنتكلم فيه عن عناصر الاقلاء. قلنا عناصر الاقلاء او عناصر المجموعة 1A، حيث ان عناصر الاقلاء بتضم عنصر الليثيوم، الصوديوم والبوتاسيوم والريبيديوم والسيزيوم والفرنسيوم. طب حلو، تعالى بقى نشوف تفاعلاتها. اجي اقول لسيادتك ان عناصر الاقلاء تتفاعل مع رقم 1 مع الهواء الجوي. طب حلو، طب بيقول ايه؟ بقول لسيادتك ان عناصر الاقلاء تتحد مع اكسجين الهواء الجوي مكونه اكسيد الفلز، ولكن الليثيوم يميل اكثر للاتحاد مع نيتروجين الهواء الجوي معطيا نيتريد الليثيوم. طب حلو، طب ماله نيتريد الليثيوم؟ قلنا بيذوب في الماء الذي يكون محلول قلوي يتصاعد غاز النشادر. وتعالى نشوف المعادله بتاعتي. ادي الليثيوم ال هفعله مع النيتروجين بتاع الهواء الجوي N2 وسخن فيدينا مركب نيتريد الليثيوم Li3N. نوزن المعادله. LA واحده خارجه 3، 2N خارجه واحده، اضرب ال Li3N في 2 بقى 2 في 3 ب6، اضرب هنا في 6. طب حلو، كون عندي نيتريد الليثيوم. طب بعد كده ناخد نيتريد الليثيوم Li3N وندوبه في الميه، وكنت بقول لك ان الميه بنكتبها HOH. كان ايه اللي يحصل يا مستر؟ كان اللي يحصل ان الليثيوم ياخد ال H فيدينا هيدروكسيد ليثيوم LiOH، وال H ياخد ال N يكون عندي غاز نشادر NH3. نوزن المعادله. 3 Li خارجه Li واحده، فاضرب هنا في 3. طيب واحده N فاضل الميه. ادي يا مستر هنا 2 هيدروجين خارجه هنا 3 هيدروجين و3 هيدروجين 6، يبقى اضرب هنا يا مستر في 3، فبقت 2 في 3 ب6، وادي 3 و3 والمعادله بتاعتي موزونه. يبقى تاني جميع عناصر الاقلاء بتميل للاتحاد مع اكسجين الهواء الجوي، ولكن الليثيوم يميل اكثر للاتحاد مع نيتروجين الهواء الجوي معطيا نيتريد الليثيوم الذي يذوب في الماء معطيا غاز النشادر ومحلول قلوي. طيب نيجي التفاعل رقم 2، هو تفاعله مع الميه، حيث ان الفلزات الاقلاء بتحل محل هيدروجين الميه مكونا محلول قلوي يتصاعد غاز النشادر بشده. طيب تعال نشوف المعادله. صوديوم Na زائد ميه HOH. احنا قلنا ان الفلز بيحل محل هيدروجين الميه، يبقى ال Na هياخد مكان ال H فيطلع عندي NaOH ويتصاعد غاز الهيدروجين H2. نوزن المعادله. Na واحده 2H خارجه هنا 3H، اضرب المعادله كلها في 2، يبقى 2Na زائد 2H2O يدينا 2NaOH زائد هيدروجين يتصاعد. طب مستر بلاش صوديوم، عايز بوتاسيوم.
نفس وزن المعادله 2K زائد 2H2 هيدينا 2KOH زائد هيدروجين يتصاعد. لان برضه يا مستر انا عارف ان العناصر كلها ليها عدد اكسد واحد وهو اللي بيكون موجب واحد. طيب خلصنا تاني تفاعل، نيجي لتالت تفاعل. قلنا كان تفاعله مع الاكسجين، واجي اقول لي هنا ان تتفاعل عناصر كلها مع الاكسجين معطيه درجات الاكسيد الثلاثه. ايه هي يا مستر؟ كان عندي اكسيد عادي، وكان عندي فوق اكسيد، وكان عندي سوبر اكسيد. طيب اكسيد عادي وده اللي كان بيعمل الليثيوم، واجي اقول لك المعادله Li زائد O2 بالتسخين يدينا Li2O، او زي المعادله اضرب هنا في 4 واضرب هنا في 2. طب فوق اكسيد قال لك ده كان الصوديوم، فNA زائد O2 بالتسخين يدينا Na2O2 او زي المعادله اضرب الصوديوم في 2. طب سوبر اكسيد زي البوتاسيوم اجي اقول لك K زائد O2 بالتسخين يدينا KO2 سوبر اكسيد بوتاسيوم. يبقى تاني مع الليثيوم بيدي اكسيد عادي، مع الصوديوم بيدي فوق اكسيد، مع البوتاسيوم او السيزيوم بيدي سوبر اكسيد. فيجي هنا بقى يسالني في جزئيه مهمه كده، الا وهي ايه؟ الا وهي ان ازاي يا مستر استخدم مركبات السوبر اكسيد. بس خليها على جنب بس عشان ما نخرجش منها من الشاشه. نكمل الاول مع الهيدروجين. تفاعله مع الهيدروجين قلنا فهي بتكون هيدريد الفلز. طب حلو، تعالى نشوف المعادله. اجي اقول لك صوديوم Na زائد هيدروجين H2 فيكون عندي هيدريد الصوديوم هو NaH، او زي المعادله اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2. طيب كون عندي هيدريد الصوديوم اللي كنا بنقول عليه عامل مختزل قوي. طب هو مستر كنا بنقول ليه عامل مختزل قوي؟ يا مستر لانه يذوب في الماء معطيا غاز الهيدروجين، فطالما بيطلع هيدروجين يبقى هو عامل مختزل قوي. طب حلو، نيجي لتفاعله مع الهالوجينات. قلنا بيتفاعل مع الهالوجينات بشده مكونه هاليدات ايونيه يعني املاح، ويكون التفاعل مصحوب بالانفجار. طب مثال على كده Na زائد Cl2 بالتسخين يدينا NaCl، نوزن المعادله اضرب هنا في 2 او اضرب هنا في 2 فاداني كلوريد صوديوم. طيب نيجي لتفاعله مع اللافلزات الاخرى. مستر اللافلزات الاخرى زي مين؟ اجي اقول لك زي الكبريت او الفوسفور. فلو عندي معادله تفاعله مع الكبريت اجي اقول لك Na زائد S. لو انا سخنت يدينا كبريتيد الصوديوم Na2S، او زي المعادله اضرب هنا في 2. طب لو مع الفوسفور هيدينا فوسفيد، فاجي اقول لك Na زائد B بالتسخين يدينا Na3B، او زي المعادله اضرب الصوديوم في 3. يبقى لو كان كبريت بيدي كبريتيد، لو كان فوسفور يدي فوسفيد. طب نيجي لاخر معادله وهي تفاعله مع الاحماض. فاجي اقول لك تفاعل مع الاحماض بشده اكثر من الماء فتحل محل الهيدروجين من الحمض ويكون التفاعل عنيفا. طب مثال على كده اجي اقول لك Na زائد HCl، ال Na ياخد الCl فيدينا NaCl ويتصاعد غاز الهيدروجين، او زي المعادله H واحده خارجه 2H يبقى اضرب هنا في 2، بقت 2 Cl خارجه Cl واحده اضرب هنا في 2، بقت 2 Na هنا Na واحده اضرب هنا برضه في 2. وكده يا كابتن يبقى احنا خلصنا تفاعلات الاقلاء كلها. نيجي على الجزئيه اللي بعدها وهي اثر الحراره على الاملاح الاكسجينيه. بص يا كابتن، اثر الحراره هنا بيبدا في حاجتين. اول حاجه اثرها على الكربونات واثرها على النترات. فنيجي للكربونات اجي اقول لسيادتك ان جميع كربونات الفلزات تنصهر
ولا تنحل. يعني ايه يا مستر تنصهر؟ يعني تتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة ما عدا كربونات الليثيوم. طب تعالى نشوف المعادلة. كربونات الليثيوم Li2CO3 لما اعمل لها انحلال بالتسخين يدينا اي كربونات فلزي لو سخنتها وهي كربونات الليثيوم بيدينا اكسيد ليثيوم وغاز ثاني اكسيد الكربون CO2. نوزن المعادله 2 Li 2 Li، واحده سي واحده سي 3 O 3 O. وزنت المعادله بتاعتي. يبقى تاني جميع كربونات الاقلاء تنصهر ولا تنحل ما عدا كربونات الليثيوم، فبينحل بيدينا اكسيد فلزي وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب السبب الثاني هو نترات الاقلاء حيث بيحصل لها انحلال جزئي وتنحل الى نيتريت الفلز ويتصاعد غاز الاكسجين. فاجي اقول لسيادتك NaNO3 لو انا سخنتها بيدينا نيتريت NaNO2 ويتصاعد غاز الاكسجين O2. عايز اوزن المعادله، اضرب النترات في 2 والنيتريت في 2 وكده يبقى انت وزنت المعادله. طب يا مستر ثواني، مش انت بتقول هنا ان هو هيطلع اكسجين؟ يعني معنى كده ان مركبات النترات دي بتكون عوامل مؤكسده قويه، لان عند الحاله الحراريه يتصاعد غاز مين يا كابتن؟ الاكسجين. وكده يبقى احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الكربونات والنترات. نيجي للجزئيه اللي بعد كده وهي استخلاص الفلز من خاماته. انا عشان استخلص الفلز بعمل له تحليل كهربي للماسور بتاعه. طيب وليكن مثلا عندي NaCl، لما اعمله عمليه صهر بيتفك يدينا Na موجب زائد Cl سالب، ليكويد. طيب انا عايز استخلص بقى الصوديوم، طب اعمل ايه؟ بجيب جهاز تحليل كهربي زي اللي قدام سيادتك. القطب الموجب بسميه باسم انود والقطب السالب بسميه باسم الكاثود. حلو. والانود بيبدا يحصل عنده عمليه اكسده والكاثود يحصل عنده عمليه اختزال. طب جميل، تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل عند الانود. مستر انت قسمت Na موجب وCl سالب. عند القطب الموجب تتجمع ايونات الكلوريد السالبه، فادي ايونات الكلوريد Cl سالبه اهي. هعمل لها عمليه، هي كده معايا الكترونات زياده، فاعمل لها عمليه اكسده. فتفقد الكترونات تتحول لذرات كلور ويخرج منها الكترونات. بس بص يا مستر، ده هو خارج ذره كلور واحده والكلور يتكتب في صوره ذريه، يبقى هنا يبقى Cl2 واضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2. يبقى عند الانود يحصل عمليه اكسده الايونات الكلوريد معطيه غاز الكلور الذي يتصاعد عند الانود. طب عند الكاثود هيروح الصوديوم Na الموجب ويكتسب الالكترونات. طب انا كان عندي كام الكترون هنا؟ كان عندي 2 الكترون، يبقى هنا يبقى 2 الكترون، فياخد 2 ايون صوديوم فيحصل له عمليه اختزال فيدينا ذرات الصوديوم اللي بمرور الوقت اجي اقول لسيادتك تتراكم او تترسب على قطب الكاثود ثم يسهل قطعها بالسكين. فكده يبقى احنا حصلنا على ايه يا كابتن؟ على صوديوم. طيب ايه هي اشهر مركبات الصوديوم؟ الصوديوم قلنا ليه عنده مركبين، مركب هيدروكسيد الصوديوم NaOH ومركب كربونات الصوديوم Na2CO3. طيب نبدا اول حاجه كده بهيدروكسيد الصوديوم. مستر كان ايه هيدروكسيد الصوديوم؟ كنا بنقول ماده بيضاء صلبه لونها ابيض. طب حلو. تاني حاجه قال لك ان بيكون ليها ملمس صابوني. طيب كنت بحضرها ازاي؟ قال لك كنا بنحضرها من تفاعل الصوديوم مع الميه فيكون محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي عند تسخين يكون راسب من هيدروكسيد الصوديوم.
تمام، جميل جدا. طيب كنا بستخدمه في ايه؟ قال لك كان بيستخدم في صناعة الورق وصناعة الصابون وصناعة المنظفات، كما ان كان بيتم استخدامه ككاشف عن ايونات نحاس موجب 2 والومنيوم موجب 3. طيب النحاس موجب 2 كان بيديني راصب ابيض يسود بالتسخين. طب مع كان الالومنيوم كان بيدينا راصب ابيض جيلاتيني يذوب عند اضافه المزيد من ال NaOH. طب حلو، ده كان هيدروكسيد الصوديوم. نيجي لكربونات الصوديوم. قال لك هو كان بيتحضر بطريقتين: طريقه سولفي، او ان انا احضره او امرر ثاني اكسيد كربون على هيدروكسيد صوديوم، فاجي اقول لك NaH زائد CO2 فيدينا ال Na ياخد ال CO2 فيدينا Na2CO3، وال H هيطلع في صورة مية H2O. نوزن المعادلة يا مستر. Na واحدة Na واحدة، C واحدة C واحدة، 3O 3O، قصدي هضرب هنا في 2 يبقى 2 Na خارجة 2 Na، 2O و2O 4، ادي 3 و1 4، 2H 2H المعادلة بتاعتي الموزونة، يبقى انا كده جمعت كربونات الصوديوم. طيب قلنا كنت بستخدمه في صناعة المنظفات وبستخدمه في صناعة الحرير أو المنسوجات. كان بيستخدم في إزالة عسر الماء المستدام. طيب خلصنا أشهر مركبات الصوديوم، نيجي على الجزئية اللي بعدها. طيب نيجي لمخطط رقم 2 وهي مخطط النيتروجين. طيب نيجي للنيتروجين. أنا بحضره أول حاجة بطريقتين: بحضره من الهواء وبحضره من مركباته. طيب تحضيره من الهواء هو تحضيره في المعمل، تحضيره من مركباته هو تحضيره للصناعة. طيب نيجي أول حاجة لتحضيره من الهواء. مستر كنا بنقول إن الهواء الجوي كان بيحتوي على ثاني أكسيد كربون وبخار مية وأكسجين وغاز النيتروجين. طيب نيجي أول حاجة، أنا هتخلص من ثاني أكسيد الكربون، فعشان أتخلص من ثاني أكسيد الكربون كنت بمرره على محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH اللي كان بيدينا كربونات صوديوم Na2CO3 زائد ميه H2O. طب حلو جدا، نوزن المعادله، اضرب هنا في 2. طب ماشي، كده خلصت من ثاني اكسيد الكربون. نيجي نتخلص من الميه. كنت بتخلص من الميه بان انا اضيف عليها حمض كبريتيك مركز H2SO4، فهي ماده نازعه على الميه، اتخلصنا من الميه. نيجي للاكسجين، عشان اتخلص من الاكسجين كنت بجيب نحاس مسخن لدرجه الاحمرار، فكان يدينا اكسيد نحاس 2. اوزن المعادله، اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2، وكده يبقى اتخلصت من الاكسجين. اتفضل عندي مين يا كابتن؟ النيتروجين. يبقى تاني انا كنت بمرر الهواء الجوي على هيدروكسيد الصوديوم، فكنت بتخلص من ثاني اكسيد الكربون. كنت بمرره على حمض كبريتيك مركز عشان اتخلص من بخار الميه، واخر حاجه بس امرره على نحاس مسخن لدرجه الاحمرار عشان اتخلص من الاكسجين، يتفضل لي غاز النيتروجين. طب نيجي لتحضير من مركباته. مستر انا بروح اجيب محلول كلوريد امونيوم وافعله مع محلول نيتريت الصوديوم، فكان يتكون عندي مادتين. اول ماده وهي ماده كلوريد صوديوم NaCl زائد ماده نيتريت امونيوم NH4NO2، اللي لما كنا بنسخن نيتريت الامونيوم
NH4NO2 كان بيدينا نيتروجين N2 زائد ميه H2O. طب كنت اجي اقول لك هنا هو ليه النيتروجين ما كانش بيدوب في الميه؟ قلنا ان النيتروجين كان بيكون شحيح الذوبان في الماء. طب حلو، خلصنا تحضيره من هواء، تحضيره مركباته، نيجي لتفاعلاته. اجي اقول لك اول تفاعل ليه هو تفاعله مع الاكسجين، حيث يتحد مع الاكسجين معطيا اكسيد النيتريك ويتاكسد لثاني اكسيد نيتروجين. طب اجي اقول لك N2 زائد O2 في وجود قوس كهربي يخلي درجة الحرارة توصل ل 3000 درجة مئوية، فكان يدينا أكسيد النيتريك NO. نوزن المعادلة، 2 N خارجة واحدة اضرب هنا في 2 وزنت المعادلة، فكان بيدينا أكسيد النيتريك عديم اللون. طب حلو قوي يا مستر، اللي كان يحصل له ايه؟ كنا اجي اقول لك ان اكسيد النيتريك كان يتاكسد بفعل الهواء O2 ويدينا ثاني اكسيد النيتروجين NO2. واللي كان يا مستر ثاني اكسيد النيتروجين كنا بنقول عليه غاز بني محمر. يبقى تاني، هو مع الاكسجين اول مره بيديني اكسيد نيتريك عديم اللون اللي كان بيتاكسد في وجود الهواء الى ثاني اكسيد نيتروجين بني محمر. طلعوا زي المعادله N واحده N واحده، هنا 2 O خارجه 2 O، هنا قصدي 3 O خارجه 2 O، اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2 وزنت المعادله بتاعتي. طيب ده كان تفاعله مع الاكسجين. نيجي لتفاعله مع الهيدروجين. مستر كان بيتفاعل مع الهيدروجين معطيا غاز النشادر، ادي N2 زائد H2، كنا نفعلهم مع بعض في وجود عنصر الحديد او المولابيديوم كعامل حفاز، و200 ضغط جوي و500 درجة مئوية، فكان يدينا غاز النشادر NH3. وعشان اوزن المعادلة كنت بضرب الهيدروجين في 3 والنشادر في 2. يبقى عند تفاعله مع الهيدروجين يعطينا غاز النشادر بطريقة كنا بنقول عليها طريقة هابر بوش. طيب نيجي لتفاعله مع الفلزات. مستر كان بيتفاعل مع الفلزات معطيا نيتريد الفلز، فاجي اقول لك مثلا مغنيسيوم زائد نيتروجين N2، فكان يكون عندي نيتريد مغنيسيوم هو Mg3N2. طيب اللي كان لما اجي اوزن المعادله Mg واحده خارجه 3 هضرب هنا في 3، 2N المعادله موزونه، ناخد نيتريد المغنيسيوم Mg3N2 ندوبه في الميه HOH، فكان يدينا محلول قلوي وهو هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH/2، ويتصاعد غاز النشادر NH3. نوزن المعادله، 3 Mg خارجه واحده هضرب هنا في 3، 2N خارجه واحده هضرب هنا في 2، فاضل وزن الميه 3 في 2 ب 6 وH هنا واحده هضرب هنا في 6، يبقى وزنت المعادله بتاعتي. طب حلو، نيجي لاخر حاجه التفاعل مع النيتروجين هو مع كربيد الكالسيوم، فكان يتفاعل مع كربيد الكالسيوم CaC2 يكدينا سيناميد الكالسيوم هنا N2، كان يدينا سيناميد الكالسيوم CaCN2 ويتكون كربون. اللي كنا بنستخدم سيناميد الكالسيوم CaCN2 كسمات زراعي، قلنا ان عند ذوبانه في الماء HOH كان بيدينا كربونات الكالسيوم CaCO3 ويتصاعد غاز النشادر NH3. وكده يبقى احنا خلصنا تفاعلات النيتروجين، ونخش على المخطط اللي بعده. طيب نيجي للمخطط ده، هو مخطط تحضير النشادر او تفاعلات النشادر. انا بحضره بطريقتين، تحضيره في المعمل بطريقه هابر بوش، تحضير الصناعه. طيب تحضيره في المعمل كنا بنجيب ايه؟ كنا بنجيب كلوريد امونيوم NH4Cl ونفعله مع الجير المطفأ واللي هو هيدروكسيد الكالسيوم CaOH/2، ونمررهم
على الجير الحي CeO عشان اتخلص من الميه. طيب تعال نشوف الناتج اللي هيدينا. ال NH4 هياخد ال OH فيدينا NH4OH زائد السي هياخد الCl فيدينا كلوريد كالسيوم CaCl2. عاوز المعادله اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2. طب ما خلصناش، ناخد هيدروكسيد الامونيوم NH4OH ونعمل لها عمليه تسخين فيدينا غاز نشادر NH3 وميه H2O. وقلنا عشان اتخلص من الميه كنت بستخدم الجير الحي واللي هو هيدروكسيد الكالسيوم وكده، وانا حصلت على غاز مين؟ نشادر. طب دي طريقه تحضيره في المعمل. طب في الصناعه قلنا كنا بنجيب غاز نيتروجين ونفعله مع غاز الهيدروجين في وجود عنصري الحديد او الميلابيديوم كعامل حفاز، وسخن عند درجه حراره 500 درجه مئويه ووجود ضغط جوي 200 ضغط جوي، فكان بيدينا غاز النشادر NH3. ولما كنت اجي اوزن المعادله كنت اجي اضرب الهيدروجين في 3 والنشادر كلها في 2. طيب ده كان تحضير غاز النشادر. اكشف عنه ازاي؟ مستر كنت بكشف عنه باستخدام ساق مبلله بحمض HCl عند فوهة أنبوبة محلول هيدروكسيد أمونيوم أو محلول نشادر. فهنا كان بيتكون غاز كلوريد الهيدروجين HCl اللي لما كان بيتفاعل مع النشادر NH3 كان بيدينا كلوريد أمونيوم NH4Cl واللي كانت عبارة عن سحب بيضاء. طيب ده كان الكشف عن خواصه. كنا بنقول ان النشادر هو غاز قاعدي. تاني حاجة انه شره الذوبان في الماء. طيب هو عديم اللون ولكن له رائحة نفاذة. طب الحاجة الثالثة بما انه قاعدة قال لك فهو بيزرق صبغة عباد الشمس، وشفنا نفسنا في تجربة النافورة. وكده يبقى احنا خلصنا مخطط النشادر ونخش على المخطط اللي بعده وهو مخطط حمض النيتريك. طيب مستر حمض النيتريك انا بتكلم فيه على حاجتين، اول حاجة طريقة تحضيره، تاني حاجة تفاعلاته. طب نيجي اول حاجة طريقة تحضيره في المعمل. انا بعمل ايه؟ انا بجيب ملح نترات وزي نترات بوتاسيوم KNO3 وافعله مع حمض كبريتيك مركز H2SO4 كونيك، فيبدأ الحمض الأكثر ثبات يطرد الحمض الأقل منه ثبات فيدينا K2SO4 زائد حمض نيتريك HNO3. أو زي المعادلة أضرب هنا في 2 وأضرب هنا في 2 يبقى أنا كده جمعت مين؟ حمض النيتريك. طب دي كانت طريقة تحضيره. نيجي بقى لتفاعلاته. أول حاجة نحله بالحرارة. إن أنا لو جبت حمض النيتريك HNO3 فهو بينحل عند أكثر من 100 درجة مئوية. وقلنا لما أجي أعمل له عملية انحلال كان بيدينا ثاني أكسيد نيتروجين ومية وغاز النيتروجين. طب جميل جدا. لما أجي أوزن المعادلة قلنا كنا بعمل له عملية انحلال بنسبة 4 فيدينا 4 اتش خارج مية يبقى 2 مية. 4 ان هنا ان واحدة اضرب هنا في 4. طيب 4 في 3 ب 12 اكسجين، ادي 4 في 2 ب 8. 8 و 2 10 وهنا دي O2 يبقى كله على بعضه بيساوي 12 هيدروجين. يبقى تاني المعادلة بتاعتي اهي. انا باخد 4 HNO3 واعمل لها عمليه تسخين عند اوفر 100 درجه مئويه فيدينا 4 NO2 زائد 2 H2O
زائد O2. عشان كده كنت بقول عليها عامل مؤكسد قوي، لانه بيدينا غاز الاكسجين. افكرك ان ثاني اكسيد النيتروجين ده كان بني محمر. طيب نيجي لتفاعلاته. قلنا ان هو بيتفاعل مع الفلزات اللي بتسبق الهيدروجين والفلزات اللي بتلي الهيدروجين. طب نيجي مع الفلزات اللي بتسبق الهيدروجين، عندك حديد وعندك ألمونيوم وعندك نيكل. طيب احنا هناخد الحديد، هفعل الحديد مع حمض النيتريك. وفكر سيادتك ان حمض النيتريك كان بيتفاعل مع الاحماض اللي بتسبق الهيدروجين في صورة حمض مخفف. لو كان مركز كان بيسبب له خمول كيميائي. طيب وكنا بنقول ان نسبة التفاعل هي 1:4. طب بما انه عامل مؤكسد قوي فهيدينا نترات حديد 3 FeNO3/3 زائد ميه H2O زائد غاز اكسيد النيتريك NO عديم اللون اللي كان بيتحول عند فوات الانبوبه البني محمر. نوزن المعادله Fe1 4H، او انا اسف 4N، هنا 3 وهنا 1 موزونه 4H، هنا 2 اضرب هنا في 2 وزنت المعادله بتاعتي. يبقى تاني تتفاعل حمض النيتريك المخفف مع برادة الحديد معطيا نترات حديد 3 وميه ويتصاعد اكسيد النيتريك عديم اللون الذي يتحول عند فوات الانبوبه البني محمر. طب تفاعله مع الفلزات بقى اللي بتلي الهيدروجين زي النحاس، قال لك هو بيتفاعل مع النحاس بطريقتين، يا حمض مخفف يا حمض مركز. نيجي اول حاجه بالحمض المخفف. ولما كنت اجي افعله مع النحاس كحمض مخفف كانت بيكون نسبه التفاعل هي 3:8. طب تعالى نوزن. هيدينا يا مستر CuNO3/2 زائد ميه H2O زائد اكسيد النيتريك برضو NO. اوزن المعادله 3 سي وهنا 1 هضرب هنا في 3 8H، او انا اسف 8N، هنا 2N في 3 ب6، من 8 اتفضل 4 اضرب من 8 اتفضل 4 يبقى يتفضل 2. H هنا يا مستر 2 اضرب هنا في 4، يبقى كده المعادله بتاعتي موزونه. طيب نيجي لتفاعله مع الحمض المركز Cu زائد HNO3 كونيك، وكانت نسبة التفاعل يا مستر هي 1:4، فكان يدينا CuNO3 نترات نحاس 2 زائد ميه H2O زائد ثاني اكسيد النيتروجين NO2 بني محمر. يبقى افكرك ان لو كان الحمض مخفف فهو بيدينا اكسيد نيتريك، انما لو كان الحمض مركز بيدينا ثاني اكسيد النيتروجين. نوزن المعادله مستر C1 4N هنا 2N وهنا 1 يبقى اضرب هنا في 2. طيب 4H هنا 2H اضرب في 2، يبقى احنا وزننا المعادله بتاعتنا. ويبقى كده يا مستر احنا قلنا ان حمض النيتريك بيتفاعل مع الفلزات زي الحديد في صوره مخففه بس، ومع فلزات زي النحاس في صوره مخففه وصوره مركزه. سواء كان الحمض مخفف بيطلع لي حمض نيتريك، او لو كان الحمض مركز بيطلع لي غاز ثاني اكسيد النيتروجين. طيب وبكده يا مستر يبقى احنا خلصنا تفاعلات حمض النيتريك. في عندي بقى تجربه الحلقه البنيه. بص يا مستر، تجربه الحلقه البنيه واللي كان بيكون لي مركب FeSO4.NO او بنسميه باسم الحلقه البنيه. مستر هو في محاضره الحلقه البنيه كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب ملح نترات وليكن نترات صوديوم ونضيف عليها كبريتات حديد 2 FeSO4 حديثه التحضير، وكنا بنقول لازم أن تكون حديثه التحضير، واضيف عليها حمض كبريتيك مركز H2SO4 كبريتات حديد 2 محمضه بحمض الكبريتيك. طيب وكنا نيجي نفاعل. مثلا كانت نسبه التفاعل هي 2:6:4، 2 من ملح النترات
6 من كبريتات حديد 2 و4 من حمض النيتريك. فكان بيدينا دي كان حمض كبريتيك، فكان يأكسد كبريتات حديد 2 لكبريتات حديد 3 فيدينا Fe2SO4 باي 3. دي الحاجة التانية كان الكبريتات بتاخد الصوديوم فكان يدينا كبريتات صوديوم Na2SO4 زائد. كان يتفضل الهيدروجين والنترات اللي كان بيدينا حمض النيتريك يتفك يدينا ميه H2O زائد اكسيد نيتريك NO. نوزع المعادله 2 Na هنا 2 Na 6 Fe خارج هنا 2 اضرب هنا في 3 4 H2 خارج هنا 2 اضرب هنا في 2 او 4 اضرب هنا برضو في 4 في 2 ب 8 يبقى 4 H2O. طيب نتاكد من الكبريتات او نتاكد من النترات 2 N خارجه N واحده اضرب هنا في 2. طيب خلاص يا مستر المعادله اتوزنت. كان يجي بقى FeSO4 كبريتات حديد 2 تتحد مع الغاز المتصاعد من اكسيد النيتريك فكان يدينا مركب الحلقه البنيه وهو FeSO4 بوينت NO اللي بسميه باسم الحلقه البنيه. وفكر سيادتك تاني ان لتكوين الحلقه البنيه كنا بنضيف الحمض بحنيه. وكده يا صديقي يبقى احنا راجعنا مع بعض كل الاجزاء المهمه اللي موجوده عندك في الباب الثالث وفي الباب الرابع. استنونا في فيديو الحل ونشوفكم على خير.